حاجة وحدة اللي كنا متساويين فيها اللي هي الوقت. كلنا عندنا 24 ساعة في نهارنا، ولكن كل واحد فينا كيختلف على الاخر في الاستغلال ديالو. فيديو اليوم غنهضروا على كيفاش تستغل الوقت ديالك احسن طريقة وكيفاش تنظمو احسن تنظيم. لكن قبل ما نبداو، اغلبية الناس اللي كيتفرجوا في القناة غير مشتركين كيف ما كتقول لي احصائيات القناة، فراه ما فيها باس الا دعمتينا بالاشتراك في القناة كدعم معنوي بسيط ليا على المجهودات اللي كندير. ما عمرك سولتي راسك شنو غادي تستافد الا نظمتي وقتك؟ اول حاجه غادي تستافد منها هي الانتاجيه ديالك غادي تزاد، يعني غادي تولي تخدم اكثر وتدخل فلوس اكثر. ثاني حاجه غتولي حياتك منظمه وكل حاجه عندها وقتها، عارف شنو كدير بلا ما تضيع وقتك. ثالث حاجه غتولي مرتاح نفسيا بسبب انك منظم وقتك. في هذا الفيديو غادي نعتمدوا على مصفوفات ايزنهاور. شنو هي بعدا مصفوفات ايزنهاور؟ هي مصفوفة اخترعها رئيس امريكي سابق اللي سميتو ايزنهاور، كان كيستعملها تنظيم الوقت ديالو حيت كان مشغول بزاف. قبل ما نبداو في تطبيق هذه المصفوفة خصنا نتبعوا شي خطوات كيف ما غادي تشوف الفيديو معايا. اول حاجه كدير هي كتحدد جميع المهام اللي عندك في حياتك واللي خاصك دير، مثلا الرياضه، امتحانات، تعلم لغه جديده، السفر، مراجعه او الترفيه. كتب اي حاجه بغيتي ديرها سواء دابا ولا مستقبلا. تاني حاجه اعطي الاولويه للمهام كتبان لك هي اللي مهمه وعندها اولويه في حياتك، ورتبهم على حسب الاهميه الى اقل اهميه. ثالث حاجه من بعد ما حددتي المهمات اللي عليك، من بعد غادي تربط المهمات بواحد التواريخ اللي محدده، مثلا عندك امتحان الاسبوع القادم. رابع حاجه غادي تنفذ كل مهمه بوحدها وما غاديش تجمع جميع المهام دقه واحده حيت غادي تخرب. هنا كدير عاجل غير عاجل، فلك دير عاجل، وهنا كدير مهم غير مهم. ياك الطابلو الاول كيحتم عليك ديرها دابا، مهمات اللي خاصك ديرها دابا ديرها دابا ياك. وهذا الجدول تيقول لك خاصك دير ليه كالندري، مثلا كالندري. وهنا تفويض، وهنا شي حاجة غير مهمة، شي حاجة غير مهمة. هنا مثلا مهم عاجل ودابا، شي حاجة خاصك ديرها دابا. مثلا نشوفو حنا هنا مثلا غنسافر هاد النهار، غنسافر مثلا هاد النهار، مثلا غير عاجل تعلم اللغة. مثلا عندي امتحان الأسبوع القادم، امتحان فرنسية. مثلا عندي أنا في الأسبوع القادم كدير لي واحد الكالندري هنا، فهمتي؟ شنو آخر تفويض؟ مثلا كتفوض واحد المهمة لشي صديق ديالك ولا شي حاجة. أنا مثلا نعطيك مثلا بابجي فري فاير بلاي. والسفر مثلا عاجل ومهم. شنو نقولو؟ عاجل ومهم. طبيب. شنو القرآن؟ مرة في الأسبوع. آخر تعلم لغة. المهم كتسمى هنا بالانجلي دويتش، فعلها حاليا. هنا كالندري، يعني
كدير المهام وكدير الكالندري ديال الرياضه كل احد. التفويض مثلا شنو تتفوض؟ مثلا مونتاج، شي حد يمونطي لك، شي حد يمونطي لك بحال هكا. وانا ملهيات يضيعوا الوقت. هنا غنكون وصلنا لنهاية الفيديو. فإلا تبعتي هاد الخطوات اللي هضرنا عليها في الفيديو فغادي تحس بواحد الفرق كبير في تنظيم الوقت ديالك، وغادي تحس ايضا بواحد الفرق كبير في اليوم ديالك، وغادي تشوف الحوايج اللي كانوا كيضيع فيهم الوقت ديالك. في الاخر نتمنى يعجبكم الفيديو وتخرجوا باستفاده. ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو، تخليو شي كومونتير تحت القناه، الاشتراك. والسلام عليكم.